الاعتراف؟ انا ناويه لك نيه جامده جامده قوي. انت مسموح لك يا بيس تعملي اي حاجه، مسموح لي اعمل اللي انا عايزاه. يعني يعني طبعا عرفتوا بقى طبعا ضيفتي النهارده مين. ضيفتي الصوت الجميل، الصوت اللي كله احساس، اللي بتغني. يعني انا بعتبر هي صوت نيل مصر. واحه بتتملي كلها من الغنى والطرب والجمال. منوراني النهارده. ميرسي يا بوسي، ده نورك، وميرسي على كل الكلام الحلو ده والدلع ده. لا احنا لازم نحتفل النهارده، ما ينفعش انك تنزلي اغنيه جميله وطريق جديد لغادة وما نحتفلش معاكي بيه، وخصوصا بعد النجاح اللي حققته الأغنية على اليوتيوب، يمكن محققة أعلى نسب أنتي وحسين الجسمي. الحمد لله. انا اتفاجئت بالخبر زي الناس، يعني اتبسطت جدا. طبعا انا متابعه ردود الافعال من الاول، ما كنتش متخيلها كده الصراحه، يعني فاقت توقعاتي، ومش بس من مصر، من البلاد العربيه بيحتفلوا بيها، من تقريبا من تونس ومن المغرب ومن الكويت ومن دبي، يعني على كل الراديوهات اللي في مصر وفي العالم العربي اتسمعت كويس جدا، وناس كتير بتكلمني عليها، مسمعه قوي. اليوتيوب محققه فعلا من اعلى نسب المشاهده على اليوتيوب، من التوب 10 في راديو اورينت في كندا. ده اتفاجئت بيه برضو، حاجه من اللي اتفاجئت بيها، فالحمد لله. يعني الصدى حلو، مبسوطه بيه. ده طبعا. اللي كنت متوقعاه؟ كنت لا، ما يعني اكتر من اللي توقعته الصراحه. يعني أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى من أنجح الدويتو دلوقتي مع بعض، وبيعملوا أغاني مكسرة الدنيا. اخترتيهم ولا هم اللي اختاروكي؟ اخترتيهم بعد نجاح بشرة خير؟ من زمان والله. انا اولا اشتغلت مع ايمن زمان قوي في ألبوم وحياتي. هو اللي عمل لي وحياتي، وعمل لي غنوه تانية اسمها كانت في الالبوم بتاع اوقات بحن، مش فاكره اسمها كان ايه، بس ده كان في بدايات ايمن كمان يمكن. وبعدين بقى فتره طويله جدا ما اشتغلناش، وبعدين قلت له ايمن يعني وجب ان احنا نشتغل. وبرده كان عمرو مصطفى قابلته اكتر من مره، اشتغلنا في تتر كمان مسلسل للنجمه الهام شاهين، واتفقنا ان احنا برضو عايزين نعمل حاجه بره الموضوع. بس اتقابلنا عند توما الموزع، وعمرو حط التيمه بتاعت اللحن، حط اللحن، وايمن قال لي سيبيني بقى انا اعيش مع نفسي. انت قلتي له عايزه ايه، ولا هم اللي اختاروا لك ايه اللي هيقدموكي فيه؟ لا انا كنت عايزه ده. هم في الاول عمرو وايمن قالوا لي عايزين نعمل لك الجو اللي هو زي مثلا المقسوم القاعد، اللي هو يعني جو الاغاني اللي شويه قديمه مسرحيه، يعني بتاعت مسرح، زي في يوم وليله، الحاجات اللي هي بس دي العبايه بتاعتك اللي انت الناس عارفاكي بيها. قلت لهم انا مش ده بالنسبه لي مش جديد. يعني انا عايزه حاجه، انا عايزه، قلت لهم كده بنفس اللفظ، قلت لهم عايزه الناس ترقص. فبس طب ليه ما قلت لهمش عايزه اغنيه شعبي؟ يعني انت عمرك ما عملتي شعبي. لا على فكره انت شكلك مصري قوي من كل بيت في مصر، ويمكن عشان انت كبرتي مع الناس من بدايه القمح الليله، وانت يمكن قريبه منهم، او الحته ديت ممكن تمشي معاكي، وانت ما قربتيش ليها. ويمكن الاغاني دي كمان ناجحه دلوقتي طبعا. وعايزه اقول لك لو تابعتي ليا مثلا اي انترفيو او حاجه قبل الغنوه دي، انا كان في اتجاهي ان انا فعلا اعمل حاجه شويه شعبيه، بس رحت بقى للاتجاه ده اكتر. وده لسه ده اتجاه شبابي شايفاه. يعني حاجه كان نفسي اعملها من زمان، بس ده توقيتها اكتر، وكان نفسي اعملها صح. يعني مش اي حاجه وخلاص. فكره الكلام كمان ليها عامل كبير قوي في الغنوه دي، لان لما ايمن جه سمعني الكلام فلقيته اول ما سمعته طبعا عجبني، بس قلت له ده بعيد عني قوي يا ايمن. قال لي ما هو لازم كده. وهو الحقيقه بقى ان هو مش بعيد عني قوي، يعني يمكن انا الناس واخده عليا في طابع النعومه، الرومانسيه، الوداعه، البتاع، بس انا كمان جوايا حته تانية، يعني عندي حته ان انا ما اسيبش حقي بتاع كده، ما ظهرتش قبل كده للناس، فكان ليه لا انها تظهر. فالكلام بالنسبه لي جديد، مش متوقع ان انا ابقى بتوعد يعني لحد للشباب. عمرو عمل تيمه جميله قوي، طبعا توما ابدع كمان، الوتريات لسعيد كمال كتب كمانجات حلوه قوي. بس وكل فريق العمل بقى، انا لو انا يعني
عايزه طبعا اشكرهم واذكر يعني ما صورتيهاش، اكتفيتي ان انت تعملي لوك سيشن تصوير بالظبط، ومغيره حتى في شكلك، يعني عامله كيرلي وعامله شكل جديد ليكي، يعني زي المتوحشه كده، يعني أيوة. عايزه تدي ما هو بالظبط، ما هو ده كان لازم اكمل معنى الغنوه. شريف مختار طبعا هو اللي عمل لي سيشن التصوير، عشان ما ننساش حد، الماكير احمد الخواجه، كوافير توا صالون احمد حلاوه، ستايليست سعيد رمزي. وانا بصور برضو الناس متعوده عليا في الصور اللطيفه، الابتسامه الدائمه كده. فلقيت شريف بيقول لي لا كشري، خليكي شرسه. قلت له يا شريف مش عارفه اعمل. قال لي شرسه شريره. ما تعرفيش تبقي شريره. قلت له طيب. فطلعت الصور زي ما انت شايفاها كده، عشان تمشي مع ان انا يعني كلام الاغنيه. وعشان كده انا اكتفيت بالفيديو ليركس ده، لانه الصور ماشيه قوي مع الكلام والتقطيعات وكده، فكان ده بالنسبه لي كافي. ما فكرتيش بقى تصوريها؟ حسيتي ان فكره جديده وممكن تبقى لطيفه بالنسبه لي؟ يعني الصور وبصه عيني ووقفاتي وحركاتي في الصور كفيله بانها موصله المعنى الغنوه. وعايزه الناس برضو تركز مع الاغنيه اكتر طبعا. عشان هي سنجل مش البوم وكده، فعايزه يبقى صح. التركيز مع الصوت. هل الشكل مع المضمون مع الملحن مع الكاتب بدايه ناويه لسكه جديده خالص على غاده؟ بس طبعا ده اكيد، لكن يعني عايزه اقول لك ان انا كل فتره يمكن ما اكونش انا مانيش يعني طول الوقت بتلاقيني بعمل شغل بشكل مستمر وكتير ومكثف جدا، لكن بحاول كل فتره اعمل حاجه مختلفه، او اعمل حاجه اتفرد بيها او اتميز بيها. يعني زي مثلا لما جيت وانا في سن صغيره جدا عملت قصيده لماذا نزار قباني وكاظم الساهر، ده كان يعني شطحت في حته لوحدي كده. لما جيت مثلا عملت التجربه التركي، دي تجربه يعني كانت جديده واتكرمت عليها كتير كاول مصريه عربيه تعمل ده وتغني باللغه دي. فالمره دي يعني كل مره حتى لو بين فتره والتانيه في فترات متباعده، بس ببقى حابه ان انا ارجع بحاجه تخض الناس شويه. خد بالك نويالك علني الله ليوريك، فكرالك افعالك وعمايلك الاغنيه حلوه قوي عجبتني. اللوك بتاع غادة رجب عجبني جدا، شعرها عجبني جدا، لبسها حاسه انها نضجت، حاسه انها اتغيرت. انا شكيت ان دي غادة رجب من الشكل، يعني لولا الصوت انا ما كنتش عرفت هي مين. اعتقد هي شكلها اتغير تماما. النيو لوك بتاعها حلو جدا والكلمات جديده كمان، بتخرج بره الاطار اللي هي عودتنا عليه، بس يعني هو جميل وجديد ونيو، عامله نيو لوك وعامله ستايل جديد. يا سلام لو تعرف قلت هي صوتها مميز واحلى من ناس كتير موجوده دلوقتي على الساحه، واحنا مش عايزينها تغيب كتير. وغادة من الاصوات الحلوه قوي الناجحه اللي انا بحبها قوي، بتتميز بالصوت الاصيل والطربي. هي اختلفت قوي، وكمان حتى طريقه الغنى اللي بتغني بيها طبقه صوتها فيها اختلاف، بس هو يعني الاغنيه لطيفه جدا وحاجه حلوه يعني. صوتها حلو، واللي عجبني يعني في الفيديو كليب الصور بتاعتها. الاغنيه جميله جدا، سواء اللحن او الكلمات. انا شايف ان هو عمل مكتمل، يعني ما فيهوش غلطه. كلام جميل جدا واللحن جميل جدا، الايقاع لطيف. ده ستايل جديد طبعا على غادة، وهي طبعا من الاصوات الجامده في مصر. واللي عجبني اكتر في الاغنيه كلامها، كلماتها حلوه جدا ولحنها حلو، وغادة فعلا متغيره فيها جدا جدا جدا. وانا بشكرها على اللوك الجميل هي ظاهره فيه، وطبعا هي صوت جميل ورائع. لازم نفكرها ان هي ما تبعدش عن الاطار اللي فيه طرب، يعني الطرب هو اللي هي اشتهرت بيه واللي احنا حبيناه فيه. ان شاء الله هتنجح، لان اي اغنيه فيها قهر للستات بتنجح. انا كنت في سيرتك، يا سلام لو تعرف قلت انا ايه. عمري ما صغرتك، اللي مصغرك اللي انا بحكيه، مردودة للخاين واللي بيظلم حد وصف. انت اللي بتفكري لنفسك يعني من دماغك، او انت ولا عندك حد بيفكر لك؟
لا الافكار دي بتاعتي انا، بس طبعا بيبقى في حواليا ناس بتساعدني لتنفيذها يعني. انت ذكيه يا غاده؟ لا ما اقدرش اقول على نفسي كده، محدش يقدر يقول على نفسه كده. يعني الناس لما بتشوفك كده غاده يعني دايما بتضحك ودايما مبتسمه ودايما طيوبه ودايما هلهليه، بس بيشوفوني كده زي ما بتقولي كده. بس يعني اوقاتي برج الجدي مش سهل خالص. ابص ضحكتي اهو. مش سهل خالص. ماشي يا بوس، ماشي. ده انت طبعا ده انت يعني حوت يا بوس حبيبتي. هجيب لك اللي بليبه على التليفون دلوقتي تقول لك برج الجدي، تقول لك صفات برج الجدي ايه. برج الجدي مش سهل خالص. برج الجدي بيعرف يدير نفسه كويس، يعني يعرف يحرك ادواته صح. ما حدش يستهون بيه برج الجدي. عنده دماغ، يعني مش من الابراج اللي تعدي كده وخلاص يعني. طب يا بوسي ربنا يكرمك. فانت شايفه نفسك كده؟ شايفه نفسي يعني لا ما بعملش حاجه بال يعني جهجهوني كده يعني. لا يعني ببقى عارفه انا بعمل ايه. عارفه يعني انك بتعملي طبعا ايه. مش يعني كل الخطوات اللي فاتت دي انت حاسباها، ما جاتش معاكي ما فيش حاجه جت معاكي بالصدفه؟ لا في حاجات جت بالصدف، بس انا ممكن استغل الصدف. يعني التجربه التركيه دي جت لي صدفه، مع انا بتابع مسلسل حباه جدا وميته في المسلسل، وفي نفس التوقيت الصدفه جات لي ان انا طلبت الاحياء حفله هناك في تركيا مع النجم سلامي شاهين. فبدات استغل انا ده، ان انا حفظت سماعي من غير ما اتعلم اللغه ولا افهمها التركي، فرحت فاجئتهم بده فانبهروا بده، طلبوني في 13 حفله بعديها في شكل برنامج موسيقي. اصبحت كل اسبوع بذاكر اغاني تركيه وبستضيف نجوم اتراك. نزلت مصر، دخلت مركز يونس إمرة، اتعلمت اللغة التركية وعملت ألبوم صورتي 2 فيرجنز، واحد بالعربي وواحد بالتركي. كانت تجربة من أصعب ما يكون لأني كنت بعملها بطولي. طبعا أنا هم ساعدوني الحقيقة هناك كتير يعني، بس أنا قصدي إنه يعني أنا اللي أنتجتها. فادتك في إيه؟ يعني نطتك مجال طبعا مجال كبير. يعني عليتي مثلا درجات عن اللي كنتي فيه، زادت شهرتك، مبيعاتك زادت، أجرك عالي، يعني التجربة دي زادت في حاجات كتير جدا. إنه كفاية إن أنت فنيا، وهو دايما اللي شاغلني أكتر الفن، فنيا طرقتي باب جديد محدش دخلوا قبل كده، وكان عندي الدأب والصبر والجلد ان انا اتعلم لغه في منتهى الصعوبه ما اعرفش عنها اي حاجه خالص. خدت منك وقت قد ايه؟ 1.5 سنة بتتعلمي تركي. ولا وايه وما كنتش شاطره ايام المدرسه يعني، كنت بنجح طبعا الحمد لله، بس الواحد لما بيبقى بيحب حاجه بيبقى شاطر لا فيها. واذاكر، وماما صحيني بدري عشان اراجع وجو كده، وكنت بروح طالبه مجتهده يعني، كنت من الناس الشاطرين هناك. انت مشهوره في تركيا؟ في ناس كتير طبعا يعني يعرفوني. يعني لو مشيتي في الشارع في ناس تيجي تسلم عليكي كده في تركيا، وعارفه غادة رجب المطربه وكده يعني. بس انا طبعا بقالي كتير جدا ما روحتش يعني بعد الاحداث دي. يعني طبعا مع دايما بفصل الحكومات عن الشعب. انا الشعب عزيز جدا على قلبي، شفت معاه نجاحات كبيره وليا اصدقاء كتير هناك، ولكني طبعا بختلف تماما مع اي حد يجي على مصر يعني. نطلع فاصل ونرجع تاني مع حبيبتي غادة رجب، وانا ناويه لها النهارده ونجاح اغنيه ناويالك. نرجع وهنشوف جاي لها رساله حلوه جدا دلوقتي هتسمعها على الواتساب معانا. فرجيني.